اهلا بيكم في حلقه جديده، اتمنى انكم تكونوا بخير كالعاده. والنهارده جايين نتكلم مع بعض سوا كده عن مسلسلات قصيره، بس المره دي كده هتكون اجنبيه من نمط الجريمه والغموض برضو، لان عارف كده انكم بتحبوا الجريمه والغموض، بتحبوا المسلسلات اللي فيها اثاره وحاجه مختلفه كده. فجاه كده تلاقي مثلا بلوت تويست كبير قوي، حاجه كده مختلفه غير اللي الواحد بيتعود عليها، لان هي اصلا بتبقى شاده الواحد من البدايه لحد النهايه. فده طبيعه المسلسلات اللي هتكون موجوده معانا النهارده. بس حابب كده قبل ما نبدا افكركم انكم تخبطوا اللايك، عشان اللايك فعلا بيساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو انت مش مشترك معانا في القناه يشرفنا اكيد انك تشترك. ويلا بينا بقى ندخل على الحلقه بتاعتنا على طول. في البدايه كده حابب اقول لكم ان المسلسلات اللي معانا النهارده، في مسلسلات منها هتكون جايه عن قصص حقيقيه، والحاجه دي بالنسبه لي بتبقى صدمه شخصيه. فكره وانا بتفرج على المسلسلات اللي من الانواع دي بالذات بيبقى عندي فضول كبير قوي، هل الناس دي فعلا عملت الحاجات اللي عملتها دي بنفس الطريقه؟ وفي اوقات كتير كده بقول هم الناس دي ساذجه، الناس دي انا ما بعرفش ازاي بيفكروا بصراحه. بس كده النهارده كده القائمه اللي معانا هم 5 مسلسلات مبدئيا، والخمسه ان شاء الله هيعجبوكم جدا. اول مسلسل واللي حابب ابدا معاكم بيه هو مسلسل فارجو، بس بجزءه الاول، لان ده تقريبا بالنسبه لي انا شخصيا كان احسن جزء في السلسله كلها، وكل جزء منفصل اصلا، كل حاجه كده بتناقش قضيه مختلفه. وده من المسلسلات اللي جايه عن قصص حقيقيه، وبصراحه كده حاجه صادمه جدا. والمسلسل ده مكون من 10 حلقات بس، يعني ممكن تخلصوه في يوم يومين كده، وانتوا في اخر الاسبوع قاعدين تتفرجوا عليه. صدقوني يعني هتلاقوا نفسكم مشدودين لكل الاحداث اللي بتحصل فيه، ومصدومين من حاجات كتير بتحصل جواه. وقصه مسلسلنا بقى اللي بتحصل في ولايه صغيره في مينيسوتا، اللي بنشوف ان القريه دي بتبقى هاديه، ما بيحصلش فيها اي احداث كبيره، او على الاقل الاحداث الكبيره اللي بتحصل جواها ما بتبقاش ظاهره لكل الناس. وفي يوم من الايام بيدخل البلده الصغيره دي ممكن واحد من القتله المتسلسلين او القتله الاشرار، بس بشكل غير طبيعي. حد كده بيحب الفساد بكل الطرق اللي فيها، مش شرط انه يقتل بس، لا ده كمان ممكن يحللك القتل في عينك. وده فعلا اللي بيعمله بقى لما في يوم من الايام بيقع قصاد واحد. الشخص ده بيبقى شخص ضعيف جدا منهزم جدا، وبيحرضه ان هو ممكن يعمل له جريمه قتل ليه هو شخصيا. الحته دي بقى اللي بتغير مجرى القصه بتاعتنا نهائي، لان جريمه القتل اللي بتحصل دي بيبتدي فيها تحقيقات كتير، بتحصل فيها مغامرات اكتر. بس من هنا بقى بنشوف ان الفساد بينتشر قوي جوه البلده، وبنشوف بقى ان في تدخلات بتحصل اكبر، وحاجه كده بنشوف ايه، نوع مختلف من الجريمه. الحته دي بقى زي ما بقول لكم اللي هتعيشنا في جو من المغامره وجو من التشويق، غير طبعا حياه الشخص اللي المفروض كان منهزم منسحق ده هتبقى متغيره 180 درجه. هيبقى شخصيه مختلفه، فيا ترى هيبقى عامل ازاي، ايه الظروف اللي هتواجهه، ايه الحاجات اللي هتحصل له. ده كله اللي انتوا بتعرفوه جوه احداث المسلسل. وحقيقي ارشح لكم المسلسل ده بشده بسبب الاداءات القويه زي ما بقول لكم اللي حصلت جواه، بسبب الاداءات التمثيليه اللي اكيد اكتر من روعه. اما بقى لو رحنا لتاني مسلسل معانا، واللي اعتقد ان انتوا اكيد سمعتوا عنه قبل كده، حتى لو ما كنتوش سمعتوا عن المسلسل ذات نفسه اكيد سمعتوا عن الروايه اللي اتكتب منها المسلسل. والمسلسل ده هو مسلسل اند زين زير وير نون، المسلسل اللي اعتقد اكيد سمعتوا عنه قبل كده، واسمه بالعربي ثم لم يبقى احد. مسلسل زي ما بقول لكم كده كان مشهور جدا، والمسلسل ذات نفسه مكون من 3 حلقات بس، حاجه كده تساعدك انك تخلصه اصلا في قعده واحده بس، بسبب كمان الاحداث اللي جواه. واكيد زيه زي اللي قبله الاداءات التمثيليه اللي فيه نوعيه اصلا الحاجات اللي بتجينا على الروايات، وكمان الروايه كانت تقيله جدا معروفه جدا، فاعتقد ان المسلسل ده كان خارق هو كمان. قصه المسلسل بقى بتاعنا اللي بتتكلم لما في يوم من الايام بيوصل دعوه ل7 اشخاص ان هم يروحوا الجزيره منعزله كده، وبيكون في اغراءات كبيره طبعا عشان ان هم يروحوا وان هم يوصلوا هناك. بس بمجرد ما بيوصلوا الجزيره دي يكتشفوا ان مفيش سبيل للمغادره منها تاني، وان هم محبوسين جوه الجزيره دي. واللي بيزيد الامور اثاره ان بتبدا جرائم قتل تحصل لهم جوه الجزيره دي، عشان نشوف كده معضله كبيره قوي جوه احداث المسلسل بتاعنا. واسم الروايه واسم المسلسل ثم لم يبقى احد، فاحنا عارفين ان في النهايه مش هيبقى باقي حد. بس ده هيحصل ازاي؟ ايه اللي هيحصل جواه؟ هل فعلا ممكن ان في حد ينجى منهم في النص؟ ده بقى اللي انتوا بتكتشفوه جوه احداث المسلسل. وحقيقي زي ما بقول لكم كان في صدمات كبيره قوي، خصوصا كده لما بتوصل للنهايه تشوف بقى الحبكه بتاعته شكلها عامله ازاي، القاتل هو مين فيهم، ايه اللي بيحصل لهم بالظبط، هل القاتل ده هيعيش هيموت، ايه اللي بيجرى. بصوا في اسئله كتير هتلاقوا نفسكم كده بتسالوها، طب الشخصيات دي عملت ايه، طب ايه اللي بيجرى جوه المسلسلات دي. فحقيقي هتستمتعوا جدا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل. ويلا بينا بقى نروح لثالث مسلسل معانا وهو مسلسل مانستر، السلسله اللي احنا شفنا فيها الجزء الاول بتاعها اللي كان عن جيفري دهمر، واللي شفنا بقى قد ايه وكان قاتل متسلسل ممكن سايكوباتي لابعد حد ممكن. بس الجزء الثاني بقى جاي لنا بقصه مختلفه خالص، قصه ايريك ولايل مينينديز، اللي بنشوف بقى ان الاثنين دول كانوا عاملين قضيه جامده جدا. وانا اخترتها عن جيفري، ان جيفري ممكن اقول قاتل متسلسل اكتر ما كانت الجريمه بتاعته كان وابعادها كانت مختلفه خالص. المسلسل ده هي فعلا جريمه، في تحقيقات، في محاكمات، في حاجات كتير جدا هتعجبكم انتوا بتتفرجوا عليها. خصوصا كده في منتصف المسلسل في كميه تمثيل ممكن اقول تقيل جدا. في الحلقه الخامسه فيها يا جماعه افتكروها
تلاحظوها كده وانتوا بتتفرجوا عليها. الحلقه دي ممكن اقول لكم خطيره جدا. اولا هي الاعلى تقييم في المسلسل، غير طبعا الاداءات التمثيليه اللي في وجهه نظر الشخصيه كانت من الافضل في المسلسل كله. فبقى قصه المسلسل ايه والمسلسل بيتكلم عن ايه؟ من اسم المسلسل كده، ايريك وليل هما 2 اخوات، والاتنين دول بيتهموا في قتل ابوهم وامهم، بس القتل ده بيتم بطريقه بشعه جدا، وبعد القبض عليهم بقى بتبتدي حقائق كتير تظهر وراهم، حاجات هما كانوا بيقولوها ان ابوهم وامهم بيعملوهم فيها، بس الحاجات دي بمجرد ما تظهر بنشوف وجه تاني للقضيه وبشكل مختلف. بس هل بقى هما صادقين في كلامهم؟ هل هما بيكذبوا وبيفتروا على اهلهم عشان يبرروا جريمه القتل اللي عملوها؟ ده كله بقى اللي احنا بنكتشفه جوه احداث المسلسل. والقصه دي برضه هي قصه حقيقيه، الشخصيات دي لسه محبوسه لحد يومنا ده. فبصوا هتشوفوا كده حاجات كتير جدا جوه احداث المسلسل. وبجد المسلسل ممكن اقول لكم قدم تجربه جامده جدا، لسه هيكمل لمواسم تانية بقصص ناس مختلفه، فانصحكم اكيد انكم برضه تتفرجوا عليه. اما رابع مسلسل معانا وهو واحد من اتقل المسلسلات بقى في الاداءات التمثيليه، في القصه بتاعته، في الحبكه ذات نفسها، وهو مسلسل ترو ديتكتيف. المسلسل اللي حقيقي كنت منبهر بيه، اصلا سمعته متاخر، سمعته بعد ما لقيت ناس كتير بتتكلم عليه، وفجاه لما دخلت قلت ازاي انا ما كنتش بتفرج عليه. مسلسل فعلا ممكن اقول لكم القصه بتاعته خطيره جدا، في صدمات، في حاجات كتير هتبقوا مستغربينها اصلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل ده. المسلسل ده بيتكلم عن 2 محققين، ريست ومارتن، الاتنين اللي بيحققوا ممكن اقول ورا قاتل متسلسل، بس القاتل ده بيعمل في ضحاياه حاجات عجيبه جدا، حاجات مختلفه، بيسيبهم في وضعيات غريبه جدا. بس بقى الفكره والمميز في المسلسل بتاعنا ان هم بيفضلوا يجروا ورا القاتل المتسلسل ده لمده 17 سنه. يا ترى مين القاتل المتسلسل ده؟ الجرائم بتاعته الدافع وراها ايه النمط اللي هو بيستخدمه؟ هل المحققين بتوعنا هيبقوا مثلا عارفين يلحقوه ولا لا؟ بصوا في حاجات كتير جدا موجوده جوه احداث المسلسل، وحقيقه هتستمتعوا كده من الاول لحد النهايه، هتلاقوا نفسكم في تجربه فريده، في تجربه مختلفه خالص. والمسلسل مكون من 8 حلقات، يعني ممكن تخلصوا في يوم يومين، وممكن لو لقيت نفسك كده مشدود فيه ممكن تخلصوا في يوم واحد بس. ونروح بقى الخامس مسلسل معانا واكثرهم نكدا، والمسلسل ده حبيت كده ان انا اسيبه في النهايه، وهو مسلسل وين زي سي اس. المسلسل اللي حقيقي كده ممكن اقول هيدمر مشاعركم وانتوا قاعدين تتفرجوا عليه، هتلاقي نفسكم كده بتعيطوا على الابطال بتوعنا، شايفين النصايب او الكوارث اللي هم فيها، حاسين كده بالكرب الشديد اللي هم موجودين جواه. القضيه دي هي برضو قضيه حقيقيه حصلت في الحقيقه في امريكا، وكانت ممكن اقول واحده من ابشع القضايا، حاجه كده دلوقتي بيعترفوا بخطاهم فيها، ممكن اقول في تجربه غريبه قوي. المسلسل ده بيتكلم عن 5 شباب سود بيكونوا موجودين في امريكا، وبيتم اتهامهم في اغتصاب سيده بيضاء، ومن هنا بقى بيتم محاكمتهم على طول، او ممكن اقول بيعاملوهم على انهم المتهمين الرئيسيين، بل بيدينوهم اصلا بجريمه هم ما عملوهاش. فحاجه كده بنشوف محاكمه غريبه جدا، محاكمه هم كل الناس بتحاول ان هي تثبت عليهم التهمه دي. في واحده كده زي ما بقول لكم من اكتر المسلسلات اللي هتحسسك كده بتوتر، وهتحسسك كمان بزعل قوي وانت بتتفرج على الابطال بتوعنا. زي ما بقول لكم المسلسل ده هو مكون من 4 حلقات بس ال4 حلقات يا جماعه كرب بجد كده، والواحد قاعد يتفرج عليهم اللي هو تقال قوي على القلب. مع كده الواحد حابب ان هو يتفرج. اداءات تمثيليه مش عايز اقول لكم خارقه، لولا اساسا الاداءات التمثيليه الواحد كان ممكن يفصل من الشخصيات دي. ده في العكس، انت كل المشاهد بتتنقل لك بتجربه فريده جدا. فدول بقى ال5 مسلسلات اللي كانوا معانا النهارده. انا ما اعرفش انتوا اتفرجتوا على حاجه منهم قبل كده ولا لا. لو كنت اتفرجت على حاجه منهم قبل كده يا ريت تنزل تقول لي رايك فيهم في الكومنتات، ايه الحاجه اللي عجبتكم فيهم اكتر. لو كنت اتفرجت على ال5 ايه احسن حاجه فيهم بالنسبه لك. لو ما كنتش اتفرجت زي ما قلت لك دول ال5 ارشحهم لك بقوه، فيهم اداءات قويه وفيهم كمان جرايم واحداث غامضه جدا، حاجه كده هتستمتعوا بيهم. وزي ما بقول لكم، هل انتوا برضو زي كده من نوعيه الناس اللي بتحب الاعمال او الجرايم اللي بتبقى جايه عن قصص حقيقيه لان انتوا بتتصدموا منها، بتشوفوا فيها احداث غريبه قوي، ولا ايه الدنيا؟ يا ريت تشاركوني ارائكم وافكاركم. يا ريت لو عندكم مسلسلات تانية ممكن ترشحوها لنا تكتبوها لي تحت في الكومنتات، هكون شاكر ليكم جدا. بس بقى يا معلم، لو وصلت لحد هنا وما كنتش عملت لايك فازعل منك والله. انزل اخبط اللايك الجميل كده عشان الحلقه دي توصل لاكبر عدد من الناس. او ما كنتش مشترك معانا في القناه يشرفني اكيد انك تشترك، واشوفك بقى في حلقه جديده وملخص جديد. سلام.